السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتنا في كل مكان، ان شاء الله نبدأ معاكم بيوم جديد، وخير ما نبدأ به الصلاة على الرسول عليه الصلاة وافضل السلام. عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. عليه الصلاة وافضل السلام. يا رب فيديو النهاردة خفيف على قلوبكم، وتشجعونا وتدعمونا علشان نكبر بيكم. الحمد لله الذي أذن لنا بيوم جديد لنعبده ونتوب إليه. اللهم أجمع شملنا في هذا البيت على طاعتك، واجعله فيه مودا ورحمة. اللهم يا حي يا قيوم فك رهان منزلي من العيون الحاسدة، واجعله عامرا بذكرك. اللهم اجعل أمي وأبويا من السعداء وجزاهم عني خير الجزاء. اللهم احفظ عائلتي فوق كل أرض وتحت كل سماء، واحرسهم بعينك التي لا تنام. اللهم بارك في أعمارهم وصحتهم، وارزقهم راحة القلب والسعادة في الدنيا والآخرة. اللهم امين يا رب العالمين. زي ما انتم شايفين كده اجمل عيلة في الدنيا كلها. انا حابب قبل ما اي حد يدخل الفيديو توصلي الفيديو دي اكبر عدد من اللايكات يا جماعة. الفيديو ده انا عاوزه يوصل للمتابعين كلها، عشان النهاردة انا بشارككم يعني جزء من حياتي او مستقبلي اللي جاي. اول حاجة كده يا جماعة صلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. الحتة دي يا جماعة انا طلعت في لايف قبل كده، قلت لكم انا عندي حتة على الاسفلت، او مش متذكر قوي يعني فيديو او لايف. قلت لكم يا جماعة انا عندي حتة صغيرة على الاسفلت عايز ابنيها عشان انضفها. زي ما انتم شايفين كده يا حبيب قلبي. اولا دي اسمه دوار مواشي، كان ابويا بربي فيه مواشي من زمان. المهم ادم بقى وكده، وجي الاسفلت وبعدين وطا وبعدين باظ، وبعدين عملت فيه جراج. الجراج دي انت كنت عارفينه يعني، الجراج دي كان بتاع ايه. المهم انا صورت لكم يا جماعه الحته من على اليمين ومن على الشمال ومن الجنب. يعني هي هيبقى فيها 3 محلات زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. ده اول محل، واحد على الشمال والتاني اللي جنبه برضو على اليمين اهو. حته حلوه، ودي الشقه بتاعتي يا جماعه على طول. يعني انا ببص من الشبابيك دي على طول على الطريق على الاسفلت على طول. وبعدين اما ابني الحته دي الشبابيك دي هتتقفل خلاص، هتتلغى. هضطر افتح او اعدي الحاجات في الشقه. ان شاء الله هنعملها مع بعض كلنا ان شاء الله. في حاجات في الشقه انا هظبطها يعني الفتره الجايه. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه الشارع دي 2 متر، بقى في بقى خط الميه بتاع الشرب، في خط الصرف زي ما انتم شايفينه كده يا جماعه. حته بسم الله ما شاء الله، حته حلوه. حته بالشوارع 105 يعني هتبقى صافي 90 95 80 زي ما تيجي بقى يا جماعه، زي ما تصفى يعني. ايه رايكم يا جماعه؟ وحابب برضو يعني انتوا تشاركوني انا ابدا في ايه. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، إيه انا معتبركم عيلتي. إيه بنشجع بعض وبتشجعوني ودايما بتدعموني. الحته دي بصراحه انا عايز انضفها عشان هي شكلها وحش على الطريق وكده. هعملها حتى دور اولاني، انا مرخص الحته دي 3 ادوار. بس انا هشطب الدور الاولاني بس، لا افتح فيها مشروع او هاجرها لاي حد هستفاد منه. يعني استفاد من المحلات او افتحها مشروع برضه هستفاد منه. زي ما انتم شايفين كده يا اجمل متابعين في الدنيا كلها. انا بصور لكم اي حاجه يعني. اي بصوا دي الطريقه يا جماعه، دي الاسفلت. والدم خلق قد ايه؟ دم خلق كتير قوي قوي يعني. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه الدم خلق يجي قيمه 3 4 متر كمان. ولسه هبني يعني، هطلع قصادي قصاد اللي بانوا جنبي اليمين وجنب الشمال. هطلع قصادهم كمان قيمه مترين. يعني الحته هتبقى واسعه وحته حلوه قوي. ايه رايكم يا جماعه؟ هي كانت بقى معموله بالبلوك زي ما انتم شايفين كده. كنت انا عامل الجراج دي إيه، مش عايز اتكلم فيه يعني. الجراج ده كان معمول، انتوا عارفينه معمول لايه. بس يلا خير الحمد لله. ايه رايكم يا جماعه في الحته؟ هي حته كده صغننه كده محندقه يعني، مش حته كبيره ولا حاجه. وبعدين يا جماعه الجار اللي على اليمين والجار اللي على الشمال بانيين. انا الوحيد اللي يعني معلش في الكلمه شكل الحته منظرها وحش قوي على الطريق. قلت لا انضفها بقى. ايه رايكم يا جماعه؟ هذا الجار اللي على الشمال باني اهو، زي ما انتم شايفين يا جماعه. هي قد يعني قد الحته بتاعتي بالظبط. يعني فيها شقه ولاد ابنه، يعني عامل له شقه ولاد ابن فوقها. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه انا بصور لكم كل حاجه. ادي البيت، حتى بيتي هناك اهو. بيت يا جماعه بحري. انا شقتي بحري، وشي شقتي بحري على الاراضي الزراعيه. دي ظهر بيتي. الشبابيك دول
جزء الشبابيك دولت اللي في الركنه واللي في الصاله دولت على الطريق، يعني على ظهري على طول. وانا صورت لكم دلوقتي وانا واقف في الشباك اللي في الشقه، انا صورت لكم برضو من فوق وعملت لكم الزاويه البعيده زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. يعني الجار اللي على اليمين والجار اللي على الشمال سايبني كمان بمترين، لسه كمان اما اجي ابني هبقى قصادهم كده يا جماعه. يعني حته حلوه بسم الله ما شاء الله. كمان الجراج على اليمين، والحته اللي على الشمال دي كان الدوار. كان في بقى زي ما انتوا عارفين ابويا كان بيربي مواشي من زمان وكده، بس ايده متبقى ما عادش بيربي مواشي وكده، ما عادش يعني شكلها وحش. قلنا ننضفها بقى دور اولاني وكده. وانتوا تعرفونا في التعليقات يا جماعه، يعني ابدا اشتغل فيها ولا يعني اشتغل في حوار السياره، ولا الموضوع التالت اللي انتوا عارفينه اللي انتوا هتقولوا لي عليه في التعليقات. الموضوع التالت ده ايه يا ابو مالك؟ انت تعرفونا في التعليقات. والحته خلا وحلوه يا جماعه، حتى قدامي 3 متر او 4 متر زي ما انتوا شايفين اهو، وبعدين الاسفلت على طول. يعني حته خساره بصراحه يعني، زي ما انتوا شايفين كده يا جماعه. ايه رايكم؟ وعرفونا كده في التعليقات يا جماعه. وصورت لكم كمان من الزاويه التانية او من الشباك التاني، عشان برضو اعرفكم الشارع اللي على الشمال ده يا جماعه زي ما انتوا شايفينه كده، دي 3 متر. ده يعتبر بيجي من البوابه بتاعتي بتاعت الشقه او الرئيسي، وانت طالع كده على الاسفلت. وبرضو الحته اللي انا هبنيها هيبقى هنا سلم برضو على الاسفلت على طول زي ما انتوا شايفينه كده يا جماعه. الحته دي يا جماعه اعتبر فيها 6 باكيات، كل محل فيه باكيتين زي ما انتوا شايفين كده. يعني ما تفكروش اللي هي حته صغيره، لا حته حلوه بسم الله ما شاء الله. الجار اللي على اليميني مبني والجار اللي على الشمال مبني برضو يا جماعه اهو. حته حلوه جدا جدا جدا. عايز اقول لكم قبل ما اعمل في اي حاجه يعني بتتحجز من دلوقتي، يقول لي سيب لي محل، ودي يقول لي سيب لي محل. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، انا بصور لكم برضو من البلكونه بتاع شقتي اللي على الطريق. انا بوريكم برضو الشارع اللي على الشمال، دي بيطلعني على طول لما اجي مسافر ولا حاجه، دي بيطلعني، ده الرئيسي اللي بيطلعني فين؟ على الطريق زي ما انتم شايفينه كده يا جماعه. بقف عند العمود ده كده، واي عربيه بتبقى عندي او توك توك بركب واطلع على طول على الطريق الدولي. وساعات كمان يا جماعه انا بفضل واقف كده لغايه اما يجي عربيه رايحه المنصوره. يعني بركب المنصوره قدام بيتي، اه والله العظيم ببقى قدام بيتي كده العربيه الميكروباص معديه رايحه المنصوره او رايحه بالقاس، بركب من قدام بيتي. يعني الحمد لله الطريق ماشي وزي الفل. اه يا جماعه عرفونا في التعليقات كده يا جماعة، يعني نبدأ ونشتغل ولا نصبر كده في حوار السيارة؟ أجري في حوار السيارة يا جماعة، ولا الحوار التالت الاستقرار؟ انتوا تعرفونا في التعليقات النهاردة يا جماعة. أكيد هتقولوا لي في جزء يقول لي اعمل كذا يا أبو مالك، وفي جزء يقول لي اعمل كده يا أبو مالك. وده الطريق يا جماعة أهو، والعمود اللي احنا شادين منه الشدة بتاعتنا، والحتة خلق قدامي قد ايه اللي أنا هبني، والحتة قدامي كمان خلق. أنا مصور لكم على فكرة الجزء دي وأنا على السطح، والله العظيم وانا على السطح فوق خالص. يعني مصور لكم الحته من كل حته عشان يعني تعرفوا المساحه قد ايه. اول ناس اللي عندها خبره تقول لي اعمل ايه يا ابو مالك وما تعملش يا ابو مالك، يعني اعمل الحته دي كذا يا ابو مالك ما تعملش كذا، فاهمني؟ اهو يا جماعه صورت لكم من على الشارع الشمال ومن على الشارع اليمين، وصورت لكم كمان قدام البيت. يعني الحته دي هتبقى وشها على الاسفلت على طول، اما بيتي اعتبره ايه، وشه بحر على طول على الارض الزراعيه. وجزء الشبابيك هيتلغوا يا جماعة، هيتلغوا خلاص، مش هعرف ابص على الاسفلت بعد كده او على الطريق. ايه رأيكم يا جماعة؟ ما تنسوش يا جماعة تدعوا دعوة كده حلوة من قلبكم، وتعرفونا في التعليقات يا جماعة ايه رأيكم في الحاجة اللي انا هعملها، او اجلها شوية وابدأ اشتغل في شغل السيارة، او إيه الجزء التالت اللي انتوا عارفينه يعني. ما تنسوش يا جماعة تدعوا دعوة حلوة كده من قلبكم. زي ما انتوا شفتوا كده يا جماعة الجزء اللي انا مصوره قيمة 5 دقايق او 6 دقايق اللي انا مصوره معاكم دلوقتي يا جماعة. بصراحة الحتة دي يا جماعة على الطريق، يعني اعتبر هي على الطريق بالظبط زي ما انتوا شفتوا كده، وصورت لكم الطريق وصورت لكم الحتة من الجنوب الاتنين، ومن فوق ومن تحت. وصورت لكم اول ما صورت لكم الوش المحلات، هيبقى 3 محلات يا جماعة. وبعدين صورت لكم الجنب ايه اليمين، الجنب اليمين ده يا جماعة الشارع دي 3 متر، الشارع التاني مترين، محطوط بقى خط المية وخط الصرف زي ما انتوا عارفين كده. وبعدين الحتة دي مساحتها يا جماعة 105 بالشوارع، بالشوارع 105، يعني هتبقى صافي حسب بقى معرفش 90
85 80 زي ما تصفى بقى. المهم الحتة دي كانت في دماغي يا جماعة، وانا مرخصها بقالي 5 6 شهور. يعني انا الرخصة بتاعتها طالعة بقالي 5 6 شهور معايا. لحد دلوقتي انا لسه بعلن عن الرخصة. يعني بصراحة انا فيها يعني في دماغي حاجات كتير، ومش عارف ابدأ يعني ابدأ منين. يعني ابدأ اشتغل في المباني، ولا خطوة العربية، ولا خطوة الاستقرار؟ زي ما انتوا عارفين بقى يا جماعة، انتوا والله العظيم انتوا بقى، يعني عشان بحبكم ومعتبركم انتوا عيلتي، انا بشارككم كل حاجة، كل حاجة في حياتي بشارككم. وانا عايزكم النهاردة تعرفوني في التعليقات يعني ابدأ ايه. يعني انضف الحتة دي يا جماعة، هي على الطريق. حتى لو انا مش هعمل فيها مشروع، ممكن انضفها دور اولاني واشطبها واجرها. حبيت افتح مشروع مفيش مشكلة، ما حبيتش افتح يعني اجرها. يعني كتير عايزين، بصراحة كتير عايزين على بعضهم. يعني 3 محلات يتفتحوا على بعض وحد ياخدهم يعني، او كل محل لوحده عادي مفيش مشكلة، كده او كده حد ياخدهم يعني. وانتوا تعرفونا في التعليقات برضو، يعني ايه رأيكم في الخطوة اللي انا هاخدها دي يا جماعة؟ يعني ابني، اتوكل على الله واشتغل، ولا اجيب السيارة، ولا خطوة يعني خطوة اللي انتوا عارفينه بقى. مش عايز اكمل، اكيد انتوا عارفين، في المتابعين هيعرفوني في التعليقات الخطوة التالتة هي ايه. تعالوا اوريلكم الرخصة يا جماعة. اولا دي دوسي، دي دوسي. بسم الله الرحمن الرحيم. وده يعني العقد بالترخيص بكل حاجة يا جماعة. هذا العقد يا جماعة. وده صورة من نقابة المهندسين المصرية. الصورة دي يا جماعة إقرار وتعهد بالإشراف الدائم على التنفيذ. أنا كنت عايز الأصل، وفعلا جبت الأصل. ده الأصل يا جماعة، أهم حاجة ده، عشان لما يجيلك حد تبع رخصة وكده بيبقى عايز الحاجة ده، بيبقى عايز بتاع الإشراف ده، جواب الإشراف. وده الرخصة، وادي الرخصة وكمان الخارطة اللي مرسوم عليها الخطة بتاع المباني يا جماعة. كل حاجة، الأوراق كله سليم. أنا بحب أشتغل في السليم يا جماعة. والرخصة دي موجودة معايا بقالها 5 6 شهور. هل المتابعين المحترمين يعرفوا حاجة عن ده؟ ما يعرفوش. عارفين ليه؟ عشان بصراحة في حاجات كتير في دماغي وأنا مش عارف أعمل إيه بصراحة، وحبيت أشارككم النهاردة. يعني نبدأ، والله اصبر شوية، ولا ربنا يكرم في الخطوة اللي أنا شغال فيها. السيارة يعني مش هتيجي النهاردة ولا بكرة ولا بعده، يعني قدامها فترة كده على ما تيجي. ولا الخطوة التالتة اللي انتوا عارفينها، اللي انتوا هتقولوا لي عليها في التعليقات. وزي ما انتوا شفتوا كده يا جماعة، أنا بحب أشتغل في السليم. ما بحبش حد يجي يقف قدامي البيت، هات يا أبو مالك وودي يا أبو مالك، أنت شغال غلط يا أبو مالك. لا، أنا بحب أشتغل في السليم، وما يكون سليم أحسن أحسن. هو فيديو النهارده يا جماعه زي ما انتم شفتوا كده، يعني وريت لكم الحته اللي انا نفسي اعملها. يعني ممكن اقول هشتغل الصبح عادي، ما وارد يعني، ممكن اشتغل الصبح عادي. انا اصلا هعملها دور اولاني بس، وبعدين انا مرخصه 3 ادوار. الحته دي يا جماعه انا مرخصه 3 ادوار. يعني اول حاجه انا هعملها دور اولاني واشطبه لوكس، لا استفيد به. يعني استفاد بالمحلات، افتحها مشروع. عرفوني في الكومنتات يا جماعه افتحها ايه، عشان انا في حاجات كتير ممكن اعملها. ولا هاجرها يجي لي داخل منها عادي، مفيش مشكله. انا لو فتحتها لنفسي هيجي لي داخل، وما فتحتهاش كده كده هيجي لي داخل من الايجار.
انتوا تعرفونا في التعليقات. يا رب يكون فيديو النهارده خفيف على قلوبكم، وانا بحب اشارككم كل حاجة في حياتي عشان انا معتبركم اخواتي الصغيرين واخواتي الكبار وامهاتي كلكم على دماغي من فوق. وما تنسوش كمان تدعوا دعوة حلوة من قلبكم كده لست كل امي، ان ربنا يشفيها ويقومها بالسلامة باذن الله. والفترة الجاية ان شاء الله يعني انتظروا فيديوهات حلوة، واشوف ست الكل برضو يعني تعمل عملية ولا مش تعمل عملية. ادعوا لها ربنا يشفيها ويقومها بالسلامة ان شاء الله. يا رب فيديو النهاردة خفيف على قلوبكم، وتشجعونا. وما تنسوش يا جماعة تدعموا الفيديو ده وتعملوا لايك، وصلوا الفيديو ده 10,000 لايك، عشان الفيديو ده انا عايزه يشاف، عشان انا عايز الناس كلها تشاركني تقول لي ابدأ في ايه يا ابو مالك وما تبدأش في ايه، او يعني اشتغل في دي وما تشتغلش في دي دلوقتي لما تشوف ظروفك ايه. انا بحب اشارككم يا جماعة الصغيرة قبل الكبيرة. انتظروا ان شاء الله الفيديوهات بكرة ان شاء الله حاجات حلوة. اسيبكم في رعاية الله، مع السلامة يا جماعة.